السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اقتراح ديال اليوم ان شاء الله بيتزا بالصلصه البيضاء بدون كريمه. كتجي زوينه بزاف لذيذه والعجينه كتجي روعه وسهله دغيا كتوجد، ما كتاخذش منا مجهود كتير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه بالنسبه للعجين غادي ندير هنا الخميره ديالي باش تفاعل شويه ديال الماء دافي، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال السكر خشين. كنخلطهم شويه وكنغطيهم بالسلوفان، نخلي ديك الخميره ديالنا كتفاعل باش كتختمر ليا العجينه دغيا. هنا في اناء درت 300 غرام ديال الدقيق الابيض نوعيه جيده، ثلث كأس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، معلقه مع مرش ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، ونصف علبه اولا جوج معالق كبار عامرين ديال اليوغورت طبيعي. صافي. وهنا كنضيف هذيك الخميره ديالي من بعد ما تفاعلات وغادي نجمعها بالماء الدافي. هاد العجينه هذه ما كتحتاجش منا دليك، كتجي زوينه، شرط اننا نخليوها خفيفه. صافي كنخلطها بهذه الطريقه هذه، وكنحاول ندخل فيها هكا داك الهواء. بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه، راه ما كندلكها ما حتى شي حاجه، غير بحال هكا واحد دقيقه هكاك صافي. كنتوقف كيف شفتوا، كنخليها خفيفه بحال هكا كتلتصق في اليد. هذا هو السر باش كتجينا العجينه ديالنا رطبه. صافي هنا من بعد ما ساليت دهنتها بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليها نغطي عليها وغادي نخليها تختمر مزيان. ضروري نخليوها تختمر لينا مزيان. وهنا غادي ندوز نحضر الحشوه. في مقيله درت شويه ديال زيت نباتيه، واحد البصله متوسطه مقطعه رقيقه. صافي. وغادي نخليها تشحر، غير ما نخليوهاش تحمر تبقى لينا هكا بيضه ولكن طيب. في مقيله اخرى درت شويه ديال الزيت نباتيه، ضفت واحد 200 غرام ديال صدر الدجاج مقطع هكا مربعات صغار، ضفت ليهم شويه ديال البودره ديال الثومه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. صافي. وغادي نخلط هكا شويه، نبقى نحركهم هكا حتى كيطيب لينا داك الدجاج وكنحبس. صافي. هنا من بعد ما طاب ليا الدجاج طفيت عليه وغادي ندوز لديك البصيله بعد ما تشحرات. كيف شفتوا اللون ديالها كيبقى ابيض هكا ولكن تطيب. وهنا غادي ندير عليها نصف لتر ديال الحليب، نقص منه واحد شويه. هنا ضفت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي. من بعد ما كيبدا كيغلي ليا الحليب، كنضيف ليه داك شويه ديال الحليب اللي نقص مع جوج معالق كبار ممسوحين ديال النشا. يكونوا ممسوحين، ما تعمرهمش بزاف، ممسوحين فقط. كنضيفهم وكنبقى كنحرك على هاد الطريقه هذه وعافيه مهيله حتى كيعقد ليا داك الخليط. صافي. وكنضيف ليه هنا قياس واحد جوج معالق كبار ديال الموزاريلا، كتعطينا واحد التعليكه لهاد الكريمه هذه. الا عندكم الجبن طري ضيفوا واحد جوج معالق كبار، حتى هما كيعطيوها واحد المذاق زوين بزاف. كتجينا الحشوه ديالنا الصلصه عفوا معلكه. صافي. هنا العجينه من بعد ما اختمرات كيف شفتوا راه ناجحه ما شاء الله. كنستعن بالفينو دقيق الصلب. كنقسم العجينه ديالي على جوج. هاد الكميه هذه راه كتعطينا جوج ديال البيتزات، حجم كبير، حجم عائلي. كل وحده تقريبا كيجي فيها واحد 30 سنتيم في القطر ديالها، يعني راه بيتزا ما شاء الله كيجيو كبارين. صافي. هنا كيف قلت لكم كنستعين بالفينو، كنطلق العجينه ديالي نرقوها شويه لحقاش كتنتفخ لينا هاد العجينه هذه. هنا الفران ديالي راني شعلته باش يسخن مزيان مزيان. فرشت ليها ورق الطهي. صافي. وكنطلقها بهذا الشكل هذا كيف شفتوا راني رققتها، ولكن ماشي بزاف بزاف، المهم كترقوها شويه. صافي. وكنتقى بالعجينه ديالي، يعني القياس ديالها راه تقريبا راه قريبها قد الطاوه تقريبا، ناقصه غير شويه الطاوه ديال الاتيماط صغير.
صافي كنجيب الصلصه وكندير واحد الدهنه هكا لا باس بها على الوجه ديال العجينه، وكندير فوق منها موزاريلا مزيان باش كتجينا معلكه من الداخل. كنضيف شويه ديال صدر الدجاج، يعني شويه اللي بسيطه وسهله. وغادي نضيف شويه ديال الشامبينيون، الفطر المعلب. اللي عندكم طريش حرو شويه الملح والبزار ضيفوه صافي. وكان اخر حاجه كنديرها هي الجبن. درت شويه ديال الجبن موزاريلا مع الجبن الاحمر. وهنا الفران ديالي راه سخون مزيان، كندخلها على العافيه مجهده، ضروري تكون مجهده بحال كطيبوا الخبز. العافيه من التحت كتحمر بسرعه وكتجينا طريه وخفيفه، كتجي اسفنجيه. هاد العجينه اللي دات معكم ان شاء الله غير جربوها، راه تعجبكم بزاف. كيف شفتوا القوام ديالها كيفاش كيجي، كتجي محمره من التحت، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنسونيش من الجيمات ديالكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.